من غير بقى خلطة جاهزة ولا أسرار غالية ولا حتى مية متلجة. فراخ كنتاكي المقرمشة الأصلية في البيت وبطعم يجنن. هاتوا بقى كيلو من صدور الفراخ، لا هي رفيعة ولا هي تخينة، أنا عايزاها وسط. اغسلوها بقى كويس وصفوها من المية تماما، وانزلوا عليها بقى بالتوابل اللي هتغير الطعم لحتة تانية. انزلوا بقى بمعلقة توم باودر وبصل باودر صغيرين ومعلقة بابريكا كبيرة وكمان رشة فلفل ورشة بهارات مشكلة ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الشطة، ولو بتحبوها سبايسي انزلوا بمعلقتين شطة. واخر حاجة بقى ربع كوباية من المية، حطوها بقى في التلاجة لمدة ساعة. دي بقى الخلطة السايلة. انزلوا بقى بكوباية ونص دقيق ومعلقتين كبار من النشا والتوابل، بابريكا توم باودر بصل باودر وملح، وانزلوا عليهم بكوباية ونص من المية. واول لما يبقى القوام معاكم بالشكل ده يبقى هو كده جاهز. هاتوا بقى بولة تانية وانزلوا فيها ب3 كوبايات من الدقيق اللي هو الطحين في بعض الدول العربية، وانزلوا عليها بنفس التوابل اللي نزلناها في الخليط السائل، ملح وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وهنحط كمان معلقة كبيرة من النشا وكمان البيكنج باودر، وهنا حطينا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبوا بقى الكلام ده كله مع بعضه وابدأي هاتي الخليط السائل بتاعنا وانزلي فيه بالبانيه. حطي بقى كل كمية البانيه فيها وابدأي رجيها او قلبيه بايدك زي ما انت حابة. هنبدأ بقى نطلع الفراخ بتاعتنا من الخلطة وهنحطه في الدقيق اللي احنا عملناه. وهنا بقى هنبدأ اهم خطوة، الفراخ بتاعتنا مش هنبططها، هنعفر بس زي ما انتوا شايفين في الفيديو. والعفرة اللي احنا بنعملها لها دي عشان تعمل طبقة القرمشة من بره. نفضوها بقى زي ما انا بعمل في الفيديو كويس. شايفين الطبقة الخارجية دي؟ هي دي الطبقة اللي احنا عايزينها. هاتوا بقى الفراخ بتاعتنا وانزلوا بيه في زيت سخن وهنقلبه بقى على كل جهة لغاية اما يبقى اللون الدهبي الحلو بتاعنا. شايفين اللون ده؟ هو ده اللون المطلوب. انا عايزة اقول لكم عن ريحته ولا جماله ولا قرمشته واصلة للجري. ممكن تاكلوه كده مع رز بسمتي بالخضار، وممكن كمان تعملوه في السندوتشات اللي هي السندوتشات الغالية اللي احنا بنشتريها، وكمان اولادك هيحبوا فكرة السندوتشات. وبكده تبقي وفرت السندوتشات الغالية في البيت. انزلوا بقى بطبقة كاتشب على مايونيز اي صوص انت حباه، وانزلي عليه بالخس وكمان الفراخ اللي احنا حمرناها وكمان شريحتين طماطم، واقفلي الكايزرايه على كده. لو حابين انزل لكم طريقه الكولوسلو دي اكتبوا لي في التعليقات. وبس كده، الف هنا مقدما على قلبكم. وكالعاده يا ساده ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك الجميل اللي زي قلبكم.